السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعادنا دلوقتي مع اللايف الجميل، وهنتكلم في اللايف الجميل ده عن ازاي تختار عربية او العربية اللي انت عايز تشتريها، سواء بقى جديد او مستعمل. فان شاء الله بإذن الله هنتكلم بسرعة عن القصة دي. خليني الاول اتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا. ايه اللي يخليك تشتري عربية مستعملة او جديدة وما فيهاش انظمة امان وحماية؟ يعني ايه اللي يخليك تعمل في نفسك كده؟ الموضوع ده مهم جدا وخطير جدا، وبصراحة كان لازم اتكلم فيه. لو انت النهاردة رايح تشتري عربية جديدة، والعربية دي مثلا انت معكش فلوس كويسة عشان تجيب عربية كويسة، فليه تروح تجيب عربية والعربية دي تكون جديدة بس ما فيهاش انظمة امان وحماية؟ ليه؟ طب ما تروح تجيب بالفلوس دي عربية مستعملة تكون فيها أنظمة أمان وحماية، وعربية تكون محترمة واكشف كويس وكل حاجة. لأن في ناس كتير هتطلع دلوقتي تقول لي طب أنا إيه اللي يخليني أروح أجيب عربية مستعملة ويطلع فيها مشاكل وأروح بقى كل شوية للميكانيكي وكل شوية أروح أعمل صيانة؟ معلش، لو افترضنا إن كلامك صح، يعني لو إحنا افترضنا إن الكلام ده صح، هل الصح إن أنت، يعني انا هديكم مثال بسيط. يعني كان لسه في واحد منزل فيديو من كام يوم، راكب عربيه نيسان صاني وفي تريلا ماشيه قدامه، والتريلا عماله تيجي يمين وتيجي شمال وبتلعب وبتاع، وراجل متهور، وفجاه المتهور ده قام مريح على ميكروباص، الميكروباص قام خابط في عربيه وقام لافف، فالنيسان الصاني بتاعت الراجل اللي كان بيصور ده لبس فيه. اتفرج على، اولا هي خبطه بسيطه جدا على فكره، اتفرج على النيسان الصاني حصل فيها ايه؟ اتدمرت. ليه اتدمرت وهو اتخرشم؟ ليه؟ لان القصه بتاعته ان العربيه ضعيفه. يعني العربيه اصلا النيسان صاني دي، في عربيات كتير على فكره، مش الصاني بس، في عربيات كتير جدا غير ادميه. العربيه دي اسمها النعش الطائر. اولا لا فيها اي بي اس، ولا فيها اي اس سي، ولا فيها تراكشن كنترول، ولا فيها اي بي دي، ولا فيها اير باجز، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه. فلا قدر الله الحادثه فيها بموتة. طب انت حضرتك ليه تعمل كده؟ يعني ليه بنعمل في نفسنا كده؟ يعني ايه السبب اللي يخليك تعمل كده؟ طب ما ممكن بالفلوس دي، بتمن النيسان صاني دي، بدل ما تروح تجيبها جديده تروح تجيب عربيه مستعمله تكون فيها انظمه امان وحمايه وتكون فيها سيفتي محترم. خلاص، لو لا قدر الله لا قدر الله عملت حادثه تقدر تطلع من العربيه سليم. فانا بديكوا شويه الامثله دي برضو وانا معاك. يعني عايزك برضو تكتب لي، قول لي والله يا باشمهندس شريف انت عمال تقول لنا سيفتي وما سيفتيش، واحنا اصلا فلوسنا على قدها. ماشي، فلوسك كام؟ اكتب لي قول لي والله انا عايز اجيب عربيه في رينج قد كده، فانا كنت رايح اجيب الاريزو مش عارف كام علشان على قد فلوسي جديده، لما اجيب بالفلوس دي حاجه مستعمله اجيب ايه؟ انا رايح اجيب النيسان الصني، انا رايح اجيب الاكسنت ار بي. كل العربيات دي ابعد عنها تماما، ابعد عنها تماما. عايزين، يعني انا مش عايز ادخل في مشاكل مع الناس لانهم اصلا التوكيلات كلهم مش طايقني، ومحدش بقى خلاص لا بيقول لي تعالى شوف عربيه جديده، ولا بيقول لي تعالى احضر معانا حاجه. مش مهم، انا مش عايز منهم حاجه. انا والله العظيم ثلاثه ما فارق معايا غير ان انا اقول كلمه حق. الناس كلها دلوقتي عماله تقول عربيات جميله وعربيات حلوه وعربيات فل، امال العربيات الوحشه فين؟ اما كل العربيات حلوه وكل العربيات جميله وكل العربيات فله شمعه منوره، امال العربيات الوحشه فين؟ يعني يعني مش فاهم. انا بقى عندي القدره ان انا اقول لك العربيات الوحشه فين. يعني قول لي كده معلش، اكتب لي في الكومنتات، قول لي والله يا استاذ شريف انا ربنا كرمني وهشتري عربيه بالتقسيط، فسيبك بقى من اللي انت عمال تقوله ده، انا هدفع 10% ولا 20% مقدم وهقسط الباقي، فلازم اجيب عربيه جديده. ماشي، فانا والله قالوا لي في المعرض اللي انا هجيب منه بالتقسيط ده العربيه الفلانيه دي حلوه، ايه رايك يا عم شريف؟ اكتب لي كده العربيه اللي انت شايف او هم قالوا لك عنها كويسه، وانا هديها تقدير كام من 10. والله لقيت العربيه فوق ال5 من 10، ماشي. اقل من 5، يعني 5 من 10 فما اقل، ابعد عنها تماما.
ده عهدي معاكم، يعني انا مش اول مره بعمل الكلام ده، ده عهدي معاكم، وانا مش اول مره اعمل حاجه زي كده. ده اسلوبي معاكم وهفضل مكمل فيه على طول. اعذروني انا ببص في الساعه عشان مش عايز اطول في الفيديو، عشان لو هتعملوا شير ولا حاجه ف يعني رجاء طبعا اعمل شير خلاص عشان يوصل لكل الناس، لان انا عايز اعمل الفتره الجايه لايفات كتير في نفس التوقيت ده. خلاص انا هرد على كل اللي انتوا هتكتبوه، انا هرد عليه، ما عنديش مشكله. بس خلينا دلوقتي نتفق ان احنا لازم نجيب لما نيجي نروح نجيب عربيه، لازم نجيب عربيه ادميه. يعني ايه عربيه ادميه؟ يعني عربيه فيها مواصفات امان وحمايه محترمه، عربيه الاستابيليتي والسيفتي بتاعها كويس، يعني عربيه متزنه على الطريق، مفيش شويه هوا يطيروها يمشوها، مفيش طوبه تقلبها، يعني كل الكلام ده مهم جدا. يعني على ما انا اتذكر حاليا يعني اللي في دماغي، ابعد عن النيسان الصني، ابعد عن الهيونداي الفيرنا، ابعد عن الهيونداي الاكسنت الار بي، ابعد عن الاريزو 5، ابعد عن السنترا، النيسان سنترا. يعني كل العربيات دي يعني من الاخر كده دي عربيات غير آدمية. وفي كمان عربيات صيني نزلت برضو فيها جديدة نفس القصة كده، برضو ما فيهاش أنظمة أمان وحماية، ما فيهاش عربية مش متزنة على الطريق، عربية فراملها ضعيفة، في عربيات كتير. بس يعني أنا يعني انتوا عارفين اللايف ما بيبقاش الواحد كاتب حاجات فبنرتجل، فأنا هستناكم في الكومنتات تشاوروا لي على العربيه اللي انتوا عايزين تسالوا عليها، وانا هرد عليكم، ما عنديش اي مشكله، وبمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه المعهوده اللي ما بيني وما بينكم وبما يرضي الله. فخلينا نقفل اللايف دلوقتي على الكونسبت ده، اللي هو يا تشتري جديد محترم يا تشتري مستعمل محترم، لكن ما تروحش تشتري جديد نص كم. طيب في ناس بتسال طيب ما هو انا لو عايز اجيب مستعمل محترم بس بالقسط، في معارض كتير شغالين، عشان ما بقاش بعمل اعلانات ولا دعايه لحد، اكتب لي في كومنتات وانا هرد عليك. في معارض كتير بتعمل بتبيع عربيات مستعمله بالتقسيط، مش لازم تبقى العربيه جديده زيرو عشان يقسطها لك. خلاص فرجاء يعني ما تروحش انا بسمع بس انا رايح اجيب عربيه كده لابني يكسر فيها، لا، لو عمل بيها حادثه مش بعد الشر مش هيطلع منها سليم، والله العظيم اقسم بالله. وهتقعد تلطم وتصوت وتقول يا ريت اللي حصل ده ما حصلش، هتقعد تقول يا ريتني كنت جبت له عربيه محترمه علشان تصونه، بدل ما عرفتش ما يعني وديته للتهلكه. الله يبارك لك، والله العظيم الحاجات دي بتفرق. عربيه ادميه لو لا قدر الله حصل بيها حادثه تقدر تطلع منها. كمان اللي بيركب عربيات التنقل الذكي، حضرتك برضو معلش لما تلاقي عربيه جايه لك عربيه غير ادميه من اللي انا قلتهم واللي لسه هقولهم، ما تركبش العربيه دي، غير العربيه، هات درايفر يكون معاه سواق، يعني اختار سواق يكون معاه عربيه محترمه ادميه، تقدر لو لا قدر الله، على فكره مش لازم يبقى السواق وحش، ممكن يبقى ماشي في امانه الله دن حادثه، السلام عليكم وعليكم السلام. لو العربيه دي مش محترمه باي 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 باي. اللايف بقى ان شاء الله بحكي لكم في لايف تاني عن مجموعه حوادث حصلت وشفتها بعينيا، ولولا ان العربيات دي محترمه ما كانوش صحاب العربيات دي خرجوا سالمين من العربيه. بكره ان شاء الله في لايف ان شاء الله يكون في نفس الميعاد، فهستأذنكم لو عايزين نتكلم في موضوع معين في اللايف بتاع بكره اكتبوا لي في الكومنتات هنا في الفيديو ده، وانا ان شاء الله لو لقيت اجماع على موضوع معين اطرحه معاكم بكره لايف من غير ورق ومن غير تحضير ومن غير اي حاجه، واللي ربنا كاتبه ان شاء الله يكون. واسف لو كنت طولت عليكم، ما تنساش تعمل لايك وشير، وقبل ما تقفل الفيديو ده صلي على رسول الله. اخوكم في الله شريف ياسر اون تراك، شكرا، وهرد على كل الكومنتات. السلام عليكم.